حبيب قلبي. بص يا صاحبي، في سنة 2003 بيتعرض مسلسل الحقيقة أو السراب اللي كان من بطولة فيفي عبده ويوسف شعبان ومجموعة تانية من النجوم. ورغم إن المسلسل على الورق كان دراما اجتماعية وإنسانية وما فيهوش أي عنصر كوميدي، إلا إن في شخصية كده طلعت في النص ورمت لك بكل الكلام ده عرض الحائط. وإحنا هنا بنتكلم يا صاحبي عن باسم أبو السعود، الشخصية اللي قدمها الفنان الجميل الأندر ريتد جدا أحمد سعيد عبد الغني، واللي تقريبا كل ما تيجي سيرة المسلسل الشخصية دي هي أول حاجة بتيجي في بالك، وتقريبا بقت هي المسلسل بالنسبة لنا. تعالى بقى اما احكي لك ازاي الكاركتر ده كان ايقوني، وليه كان لازم حد يستغله ويعمل له عمل لوحده، وازاي احمد سعيد عبد الغني ابدع في الشخصيه دي وتحولت لواحده من اشهر شخصيات الميمز. وهقول لك على مفاجاه في الاخر تخص الدور ده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اول حاجه عايزين نعرفها مين هو باسم ابو السعود. باسم هو صاحب عادل زميل منال في الكليه، وعادل ده كان بيحب منال، بس منال سقعت له وادت له الصابونه، فساعتها بيستعين بصديقه المنقذ باسم ابو السعود ايرون مان الغلابه. وهنا اول حاجه عايزين نعرفها ايه هو سر نجاح شخصيه باسم، وليه علقت قوي كده مع الناس وبقت عايشه بحركاتها وافهاتها ومواقفها. وهنا عايز افاجئك واقول لك ان سر نجاح الشخصيه ما كانش السيناريو خالص، انما كان اداء احمد سعيد عبد الغني نفسه. لو بصيت للشخصيه على الورق هتلاقيها عاديه جدا، لا هتلاقي افهات او لمسات كوميديه، وده طبيعي لان الشخصيه اصلا اللاين بتاعها مش كوميدي. بالعكس، الخط بتاع باسم ومنال على الورق كان درامي بحت، لكن اداء احمد سعيد عبد الغني هو اللي حول الشخصيه 180 درجه. وهنا اقدر اقول لك ان الاداء السلس كان هو السر. فكر كده معايا، لو اي ممثل تاني قال جمل من نوعيه ماما يا ستي والنيل ده شيء عبقري وانتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه، حط اي ممثل يجي في بالك وخليه يقول الجمل دي هتلاقيها طلعت عاديه جدا. انما احمد سعيد عبد الغني بطريقته واسلوبه قدر يحول الجمل دي لافيهات حرفيا من غير الشخصيه ما تكر منه او تبقى مصطنعه او كرتونيه. وهنا نيجي للضلع التاني اللي استخدمه احمد سعيد عبد الغني في لعب الشخصيه، وهي الادوات. احمد سعيد قدر يطوع ادواته بمعلمه في اداء شخصيه باسم، وكان بيقدر في مشهد واحد وساعات في جمله واحده يديك اكبر عدد ممكن من الرياكشنات، وكان استاذ في ملي الفراغات اللي بين الجمل. يعني بص كده في المشهد ده لما حسام اخو منال شافهم مع بعض، بص ادالك كام رياكشن في مشهد واحد. وحوله من مشهد درامي لمشهد هزلي بامتياز، مع ان المشهد نفسه بتفاصيله بموسيقته التصويريه بيشاور لك ان هنا في منعطف درامي حصل او في حاجه اتكشفت. لكن اتحداك انك هتسيب كل ده وهتضحك على ردود افعال باسم في المشهد. حاجه تاني ابدع فيها احمد سعيد عبد الغني وهي التايمنج. كان بيقدر يختار الوقت المناسب اللي هيعبر فيه، وكان بيفرش كويس للرياكشن او النظره او الطريقه اللي هيقول بيها الجمله. الحاجه الثالثه لغه الجسد، زي مشهد حسام اللي لسه قايلين عليه، ومشهد النيل، واول مشهد ليه اصلا لما اتعرف على الشله. في كل المشاهد دي كان بيخلي لغة جسده تشارك معاه في تقديم الشخصية، المشية، الوقفة، الايدين اللي جوه الجيب، قلعة النضارة. فنقدر نقول ان احمد سعيد عبد الغني قدر يعمل خلطة سحرية باقل مجهود. الراجل تحسه كان بيمثل بطبيعته، حتى انت لو تشوفه في اللقاءات هتلاقيه بيتكلم بنفس الطريقة. هو عنده اسلوب كلام كده يضحكك، وخصوصا لو اتحط في مواقف تمثيلية معينة، زي انه يكون لايص او بيحور او عمل حاجة غلط واتكشف، ساعتها ردود افعاله بتبقى عالمية حرفيا. انت اصلا المفروض تكرهه في الدور ده. يعني واحد ندل ومحوراتي وبيضحك على البنات، النتيجة الطبيعية انك تكرهه، لكنه حصل العكس، انت حبيت الكاركتر وتعلقت بيه، واخترت انك تعدي اي افوره او مبالغات في قصته هو ومنال بسبب اداء الشخصيه، وانها قدرت تبيع لك القصه حتى لو كان فيها شويه تضخيم او مبالغه. وهنا نروح للنقطه اللي بعدها. معروف مع انتشار السوشيال ميديا وصفحات الميمز في السنين الاخيره، الصفحات دي بقت تاخد لقطات معينه لشخصيات من السينما والدراما وتحط عليها مواقف من الحياه، ومن ضمن الشخصيات دي بتيجي شخصيه باسم ابو السعود، الشخصيه الاسطوريه اللي اصبحت ماده خصبه للميمز. وهقول لك كده على تركايه بسيطه، اي شخصيه عشان تنجح كميمز لازم يكون متوفر فيها 3 حاجات: تعبيرات وش قويه، ردود افعال مبالغ فيها، جمل تنفع تتحط على اي موقف. وشخصيه باسم كان فيها ال3 واكتر كمان، فده اللي خلاها مع انتشار الميمز تبقى من اكتر الشخصيات اللي بيتعمل عليها كوميكس، وده احيا الشخصيه من تاني وخلى الناس تكتشفها من اول وجديد. وناس كتير رجعت تتفرج على المسلسل من تاني بسببه، وصفحات الميمز كان ليها فضل كبير في ده، لانها قدرت تعيد تقييم الشخصيه من تاني عند الجمهور، وكمان تعيد النظر في تقييم احمد سعيد عبد الغني نفسه كممثل تقيل، وانه مظلوم فعلا ومش بيعمل اعمال كتير رغم ان موهبته اعلى من ناس كتير موجودين حاليا على الساحه. وهنا نروح للسؤال المهم، ماذا لو اي شركه انتاج استغلت الكاركتر ده وشخصيه باسم ابو السعود اتعمل لها فيلم مخصوص؟ تعال نتخيل كده يا صديقي. اعتقد ساعتها كانت هتبقى نقطه انطلاقه قويه لاحمد سعيد عبد الغني، وكان ممكن يبقى بطل من ابطال الجيل بتاع الالفينات. وشخصيه باسم نفسها بخلفيتها ودوافعها كان ممكن يتبني عليها عالم كامل، حاجه كده زي ما شخصيه الليمبي اتعمل لها سبين اوف من فيلم الناظر واتعمل لها يونيفرس لوحدها. وهنا كان ممكن نشوف باسم الشاب الفقير الكادح اللي
بيخبط مع الدنيا، واللي بسبب ضيق حاله بيضطر يدخل نفسه في سكك وحوارات كتير هو مش قدها، وبيقدر يستغل ذكائه وقدرته على الخداع ويضحك على ناس كتير وينصب عليها، وبعدها مثلا يلم منهم فلوس ويهرب. وطبعا كل ده في اطار الكوميديا اللي بتبقى نابعه من الكاركتر نفسه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ كان هيبقى فيلم جامد مش كده؟ كمان اللاين بتاع باسم ومنال كان برضه ممكن يتاخد ويتعمل منه عالم، حاجه كده زي عمر وسلمى او تامر وشوقية، وكنت هتشوف بقى ساعتها الكثير من ماما يا ستي وبابا اللي في سويسرا، وفي كلام اشيك واحسن من كده وبيدي نفس المعنى. في فيديو مخصوص معمول لهم على اليوتيوب اسمه قصه باسم ومنال. يعني انت اصلا لو كنت خدت الخط ده من المسلسل وعملت له فيلم بنفس قصته ومشاهده وكل حاجه، كان هيبقى فيلم جامد، وكان هيبقى اعظم فيلم اتعمل لشخصيه الندل. لكن مش عايز اصدمك يا صديقي واقول لك انه لو كانت شخصيه باسم اتعمل لها فيلم، اعتقد انه ما كانش هينجح سينمائيا ساعتها، وده لعوامل كتير. اولها ان احمد سعيد عبد الغني ما كانش من نجوم الصف الاول وقتها، وده تسويقيا كان هيبقى صعب شويه، وكان عايز منتج مغامر ومراهن على نجاح الكاركتر. تاني حاجه ان جمهور الكوميديا ساعتها كان بيميل للشخصيات الكرتونيه اكتر، زي الليمبي وبوحه وعوكل وسلطان والقرموطي، دي الافلام اللي كانت بتحقق نجاح كبير وقتها. فاعتقد شخصيه باسم كانسان طبيعي مش كرتوني ما كانتش هتاكل قوي مع الناس، وخصوصا ان رغم نجاح الشخصيه ونجاح المسلسل ككل ما خدتش الكريدت اللي تستحقه وقتها. الايجابي بقى ان الشخصيه دي ادت دفعه قويه لاحمد سعيد عبد الغني، وفي السنه اللي بعدها على طول يعتبر عمل دور بطوله في مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود، وهو دور بيبرس، وكان دور مميز ومختلف عن شخصيه باسم. بس المثير ان بعد الاعمال دي احمد سعيد عبد الغني ما خدش الدفعه اللي يستحقها، واتحصر في دور الشخص الرخم او الشرير اللي بيبقى ند للبطل، والراجل لسه بيشتغل لحد النهارده، بس من وجهه نظري لسه ما خدش حقه الكافي من التقدير، ولسه عنده كتير يقدمه، والمفروض يكون ليه تواجد اكتر من كده لانه فعلا موهوب. نيجي بقى للمفاجاه اللي قلت لك هقول لك عليها في اخر الفيديو. هل تعلم يا صديقي ان دور باسم ده ما كانش احمد سعيد عبد الغني هو اللي هيعمله اصلا؟ ايوه زي ما بقول لك كده. تخيل بقى المرشح الاول للدور ده كان مين؟ مش هتصدق، احمد عز. تخيلت؟ طبعا مش عايز اقول لك ان لو احمد عز هو اللي عمل الدور ده كانت الاحداث هتروح في سكه تانية خالص، وانا في اعتقادي ان القصه بينه وبين منال كانت هتاخد الخط الرومانسي اكتر، وما كانتش هتبقى بنفس الروح اللي احمد سعيد عمل بالشخصيه. بس من المؤكد انها كانت هتنجح لان احمد عز كان نجم سينمائي وقتها، بس من رايي انه كان هيلعب الشخصيه بطريقته اللي احنا عارفينها، واعتقد ان المسلسل ساعتها كان هيبقى خالي من الجزء الفكاهي، الجزء اللي اصلا خلى الناس كلها تتجمع حوالين المسلسل من تاني بعد سنين كتير. وفي الاخر يا صاحبي ما ننكرش ان شخصيه باسم ابو السعود هي من اكتر الشخصيات الشبابيه اللي سابت بصمه في تاريخ الدراما، شخصيه لسه عايشه وبنردد افهاتها، ولسه كل يوم بيطلع عليها ميمز جديده، وخلدت اسم احمد سعيد عبد الغني في تاريخ الدراما. شخصيه كانت مكتوبه عادي جدا على الورق، لكن الاداء خلاها تتحول لشخصيه ايقونيه. ويمكن دي احلى حاجه في الفن، ان الجمهور احيانا بياخد الشخصيه لحته تانية خالص، ابعد بكتير من اللي صناع العمل نفسهم كانوا متوقعينه. وبس يا سيدي، انت بقى قول لي رايك في الكومنتات. هل شخصيه باسم لو كانت عمل لها عمل لوحدها كانت هتنجح، ولا نجاحها كان وقتي ومرتبط باحداث المسلسل؟ واكتب لي ايه اكتر جمله او افيه بتفتكره لشخصيه باسم ابو السعود. اشوفك على خير يا صاحبي، سلام.